لأن هذيلا صاروا مني وفيني. إيه نعم، الجن مني وفيني. تعايشت معاهم ونسيت عالمنا، تعلمت وشفت واستفدت أشياء واجد ما كنا نعرفهم عن عالمهم. تم ارتباطي بعالم الجن. انت وينك؟ ليه ما جابك حنينك؟ رحت معك اني عاوينك وصرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. معكم اخوكم عبد الرحمن او اكس حماني من الكويت. رجعت لكم قصة جن جديدة وان شاء الله ويا رب ان القصة تعجبكم وتنال رضاكم. حبايبي قلبي، حاب اقول لكم القصة من تأليفي، والقصة هذه جدا جدا مختلفة عن القصص اللي نسمعها في اليوتيوب. نهايتها جدا حماسية وجدا مختلفة عن القصص اللي نسمعها في اليوتيوب. ما هو طاح بمستشفى، ما هو تدين ولا رجع لدينه، ما هو من الاشياء اللي تعودنا عليها بقصص الجن او من الاحداث اللي دوم نسمعها. القصة هذه نهايتها جدا بطرانة، بس القصة هذه كتبتها وحبيت اني اخليها مختلفة جدا عن قصص الجن اللي فاتت، وانا اقول واتأكد 90% ان القصة راح تعجبكم. هذا الجزء الاول من القصة اللي الفته. اذا حابين الف الجزء الثاني واكمل عليه اذا شفت دعم كبير على القصة، لان صراحة الدعم نازل حيل. 3000 من 100,000 مشترك، يعني جدا الدعم نازل. اذا شفت في دعم على هالمقطع راح استمر والف الجزء الثاني وراح تكون اجمل من الجزء هذا باذن الله. حبايب قلبي، الكل يسوي لايك يدعموني. انا مؤلف وراوي بنفس الوقت، امنتج واسوي واتعب على القصة بشكل لا يوصف. نفس ما قلت لكم، اذا عجبكم البارت الاول او الجزء الاول من القصه راح اسوي لكم البارت الثاني والف لكم واجهزه لكم. بنشوف دعم خطير على هالمقطع، الكل ينشر والكل يسوي لايك ويكتب لنا كومنت يسعدنا. حبايب قلبي، القناه اللي ظهرت لكم على الشاشه قناه احد واجمل المصممين اللي تعرفت عليهم، واحد فانزاتي وما قصر معي باي شيء اطلبه. قناته مبدع في التصاميم ومبدع بالشيلات والاناشيد الجديده، شيلات حماسيه، شيلات طرب، شيلات حزن، اناشيد، اشياء جدا جميله وكلها من تصاميمه. مصمم جدا مبدع، وتقريبا الشخص ما قصر معي باي شيء اطلبه منه، وتقريبا نص الصور اللي حاطهم في قناتي وفي مقاطعي هو اللي مصممهم، ما قصر معي بتصاميم كثيره يرسلهم لي دوم. لا تحرجوني قدامه، رابط قناته تحت تو فاتحها. اتمنى الكل يروح يشترك بقناته، اللي حاب يسمع شيلات حصريه واللي حاب يشوف تصاميم جدا جباره. لا تحرجوني قدام الشخص وما قصر معي باي شيء اطلبه منه، مجرد انك تفتح الوصف تعطيه اشتراك قبل ما يبدا المقطع ثم ترجع وتتابع القصه. بس ما بيطول عليكم في المقدمه، البس السماعات ووسع خيالك كثر ما تقدر، وعط نفسك انك انت بطل القصة واللي تصير فيها احداث القصة. اخليكم مع المقطع. ابتعد لو قريب، بكرة يتغير غلا، تصبح بعينه غريب، بكرة يتغير غلا. البس السماعات ووسع خيالك. تدور أسئلة كثير بعقلك عن عالم الجن، وتخاف منهم بمجرد انك تسمع قصصهم الغريبة والمرعبة. الجن أول أشباح يسكنون في كل مكان وفي كل زمان، بمعنى لا تستبعد انهم حولك الآن. خوفك الزايد وكراهيتك لهم بدون تمسكك بالله وصلاتك، بمعنى تكرههم وتخاف منهم وانت مقصر مع ربك. تراهم يقتربون منك وهم يحبون الأشخاص اللي إيمانهم في الله ضعيف. والصلاة لازم كل مسلم يخاف الله ويعبده ويشكره من نفسه ومن إيمان الشخص نفسه. لكن المصيبة ان سمعت بشخص هو اقترب للجن، ما هو الجن هم اللي اقتربوا له، وهو بنفسه اللي راح له ولا صاب شيء. شنو بتكون ردة فعلك؟ على طول بتقول هذا الله ستر عليه، وانت ما تدري انه هذا الشخص يصلي ولا يزكي ولا، وما تدري ان الله ستر عليه وسبها الحاجات اللي يقدمها لله. لكن هذا الشخص هو مقترب لله، فانت تقرب لله والله يحب جميع عباده. رسالة من شخص ميت هو تقريبا العنوان اللي بنيت عليه هذه القصة او احداث قصتنا لهذا اليوم. عنوان غريب ومعقد نوعا ما، كيف وشلون رسالة من شخص ميت او متوفي. ركز باحداث القصة ويا رب انها تعجبكم.
الفترة الأخيرة اللي قبل ما تبدأ فيها أحداث قصتي كانت فترة مملة وما كان عندي أي شغل، اللهم إني أنتظر قبولي في المكان اللي قدمت فيه. أنا رائد عمري 25 سنة، متخرج من الجامعة بمعدل ممتاز، شخص ذكي وما أحب إلا الثقافة والعلم، يعني ما كان يشغل بالي إلا مستقبلي، يعني ما تهمني سوالف طيش الشباب والفلة اللي ما منها فايدة. شخص ما أحب أو ما بيقولكم إني أمدح نفسي، لكن كلمة الحق تنقال، ما عمري ظلمت شخص ولا عمري غلطت على أحد، ومسامح لأبعد حد، وطيب لدرجة ما تتصور. باختصار محبوب في المجتمع اللي أنا أعيش فيه. أنا وحيد أمي وأبوي من ناحية الأولاد، أمي وأبوي رزقهم الله بولد وثلاث بنات، وكنت أنا أكبرهم. طيبة القلب والرحمة اللي فيني كله من فضل الله ثم من فضل أبوي، تقدر تقولون وراثة، وتقدر تقول أن أبوي علمني ودرسني على مسامحة الناس، وإني ما أتكلم في الناس ولا أغلط على حد منهم. أبوي أعماله الدينية منتشرة بكل مكان في كل دول إفريقيا، من المساجد، وعنده أكثر من بير، ويحب ينشر الخير بين الناس. وكان مجلسنا مفتوح للفقراء والمحتاجين، والصلاة حكاية ثانية في عائلتنا، يعني ما شاء الله متقربين جدا لله، شايفين كل أعمال الخير اللي يسويها أبوي وأعمال الخير اللي فينا حنا، وصلاتنا والأعمال اللي حنا نعملها. ما هو مدح فينا، ولكن حاب أقول لك ركز القصة واعرف الأشياء هذه كيف تستر على صاحبها. مرت 4 شهور على وفاة أبوي. نعم، أبوي متوفي تقريبا صار 4 شهور، الله يرحمه. بس ما توقفت أفعال الخير اللي ماسكهم أبوي، مسكتهم أنا عنه وكملتهم عن أبوي، يعني المحتاجين والفقراء اللي دوم يحتاجون أو يجون لبيتنا. ما خليتهم يفقدون رحمة أبوي أو إنهم يفقدون أبوي بالكامل، قلت لهم مسافر، وبدت أفعال الخير مستمرة والأوضاع كما كانت. لكن بعد مرور 4 شهور من وفاة أبوي في الضبط، جاني اتصال من جوال أبوي. نعم، جوال أبوي معي، ما قدرت أتركه، لأن جميع التواصل راح يكون في جوال أبوي. الدول اللي تكون في أفريقيا أتواصل معها من جوال أبوي. كان الرقم مسجل، الله يرحمه. استغربت ورديت عليه، كان صوته جدا عادي ولا في أي شيء، بس من لهجته عرفت إنها أفريقي. كانت مشكلة في ناس يبون يهدمون أحد المساجد اللي تابعة لأبوي عشان يبون يسوون طريق في مكان هذا المسجد، يهدمون مسجد عشان طريق، والله انها قريبة، وضروري يقابلون صاحب المسجد ويتكلمون معه وياخذون رايه. قلت انت تدري ان ابوي متوفي، كيف تبه يجي؟ ينفع انا اجي؟ قال بكل حماس اكيد انت اللي لازم تجي وانت اللي ناخذ رايك، من لنا غيرك؟ قلت طيب. سكرت الجوال وجلست افضي نفسي هاليومين، وسلمت المحتاجين والفقراء اللي دوم يجون بيتنا الولد عمي، وامنت انه ما يقصر مع حد فيهم. استغرب ولد عمي من الأمانة اللي سلمتها، قال ليش سلمتني هالأمانة؟ قلت لأنه بسافر أفريقيا كم يوم وأرجع، تحديدا الدولة اللي بسافرها هي النيجر، أحد دول أفريقيا اللي تعاني من شدة الفقر، وهي دولة مسلمة، وكان مطلوب مني إني أوصل لمنطقة إيريلت، هي المنطقة اللي فيها مسجد أبوي. حجزت تذكرتي وكان أقرب حجز، وطيارتي بعد يومين. ذهبت أغراضي وفهمت أهلي كل شيء، وانتظرت يوم الإقلاع. بعد يومين وصلني ولد عمي للمطار، طبقت شروط السفر وركبت طيارتي واتجهت إلى النيجر. عند وصولي إلى مطار النيجر خلصت من الجمارك واستلمت جنطتي، لكن هنا كان في تفتيش قوي مرة، والشيء المرعب ان الجنود بكل مكان وانهم مسلحين في جميع المطار. هذه بدايتها، الله يستر. من بعد ما شفت وجيه اللي بالمطار والجنود تمنيت اني اقدر اخلص حاجتي الحين وارجع للديرة الحين، لان بصراحة الدولة اذا استقبالها بهالشكل الله يستر من وداعها، لان صراحة قرصني قلبي وحسيت ان راح يصير شيء في هالسفرة. اموت واعرف ابوي الله يرحمه كيف كان يروح لها. المهم استقبلني رجل أسود البشرة وعيونه لونهم أحمر، مسك يدي من وراء وصراحة خفت وقلبي وقف. قال بابتسامة أنت رائد؟ هزيت راسي وقلت إيه. قال أنا عبد الغادر صاحب أبوك في هذه الدولة. قلت أنت من اتصل علي؟ قال إيه. رحب فيني وقال تفضل معي، أخذ جنطتي وقال خلك وراي في الضبط. طلعنا من المطار وركبنا السيارة أنا وعبد الغادر. طلعنا من أنحاء المطار وصرنا نمشي وسط المدينة، نمشي في طريق يمينك ويسارك كلها مزارع والأرض خضراء. وللمعلومة أن النيجر دولة زراعية وتعتمد على زراعتها الداخلية. كانت في البداية الدولة جميلة وفيها الطبيعة بشكل كبير، وأذكر الأجواء الممطرة والباردة اللي نعيش فيها ذيك اللحظات، وصرت أبتسم لا شعوريا. ناظر فيني صديق أبوي وقال هذه مدينة العاصمة وهي جميلة، لكن للأسف ما راح نسكن هنا. استغربت وقلت أجل وين راح نسكن؟
قال مسجد أبوك في قرية شمال الدولة، ستكون رحلة شاقة. بدينا نمشي ونمشي، وكل ما لا تقل المزارع وتقل الناس والسيارات، حتى المدن اللي نشوفها على الطريق قامت تقل وتختفي على الخفيف بسبب تباعدنا عن العاصمة. وهنا الشمس بدأت تغيب والمطر زاد عن حده، والأجواء بدأت تصير مرعبة نوعا ما. صرنا نمشي في طريق مظلم، يمينك ويسارك صحراء وما نشوف إلا نور السيارة. ما أكذب عليكم للأمانة إن قلت لكم إني ما حسيت بالرعب، والله قلبي مليان وأحس إن هالسفرة فيها شيء. تعبت من شدة الطريق والسفر والظروف اللي أنا مريت فيها. بدأ النوم يتغلب علي وصرت أحس بالنعاس، والنوم بدأ يزيد عن حده. صرت أنام وأقوم بدون ما أحس بنفسي. والحين صارنا 3 ساعات ونص وما وصلنا. كان عبد القادر يسوق بصمت وكله يناظر بالطريق وما يسولف ولا يتكلم، كل عينه على الطريق وما أدري ايش يفكر فيه. حطيت عيني بعينه ولحظة صمت طويلة وبتعرف على ملامحه، لأن الدولة كلهم نفس لون البشرة وعيونهم حمراء. وأنا ناظر في ملامحه ومندمج. فجأة حط عينه بعيني، ارتبكت وقمت وغيرت وضعيتي وجلست عدل وصرت أناظر قدام. حط يده على كتفي قال خايف من شيء؟ هزيت كتفي وقلت مثل شنو؟ قال مثل شنو؟ يعني انك خايف من شيء. ابتسمت وقلت طبيعي جدا، شخص يسافر الدولة الحالة لا يعرف فيها أحد ولا يدل فيها شيء أكيد بيكون خايف، لكن كم يوم ويتعود وإن شاء الله الوضع يصير عنده طبيعي. ابتسم وقال أنا أخوك في الدولة هذه، وأنا إذا نقصك شيء بتحصلني بجنبك، وأنا ما عمري قصرت مع أبوك، وأنت راح أشيلك في عيوني وأخدمك في عيوني. بعد ما سمعت الكلام صراحة ارتحت راحة ما هي طبيعية، وانتظر الكلام من زمان، لدرجة بعد 10 دقائق نمت معاه في السيارة. نمت على صوت المطر اللي يحوش السيارة وصوت السيارة. بعد فترة ما أدري كم صحاني عبد القادر وقال وصلنا. قمت وشفت المكان اللي حنا فيه وبديت أتلفت يمين ويسار وأتعرف على المكان اللي حنا فيه. كانت قرية وبيوتها عبارة عن خشب وصغار جدا، وكانت الأنوار اللي يستخدمونها عبارة عن نار. كان كل بيت قدامه نار علشان ينورون على قريتهم. نظرت بعبد القادر وقلت له باستغراب حنا وين وش عندنا هنا؟ قال هذه قرية أبوك اللي وصلها لهذا المستوى، بنى لهم بيوت ومساجد وكذا بير في هذه القرية. أبوك محبوب هنا وكلهم فاقدين حيل، لكن حنا هنا علشان نحل قضية المسجد، لا زايد ولا ناقص. قال انزل واتبعني. فتحت باب السيارة. أول ما فتحت باب السيارة إلا وفجأة يمر بجنبي طفل على دراجة وبغى يصدمني. وخرت عنه ووقفت اناظر فيه باستغراب. صراحة حقدت عليه وان تصرف هذا متعمد، وكنت ناوي اني هاوشه وصارخ عليه، بس مسكني عبد القادر وسحبني وقال لا تحط عينك بعين احد ولا تتكلم عن شيء يخص غيرك، انت هنا في الدولة هذه تعيش لنفسك. دخلنا بيت كان جميل وصغير، وقال هذا بيت ابوك الله يرحمه، وهذه غرفته اللي راح انت تنام فيها. صراحة كان بيت جدا صغير. قال عبد القادر انا سانام هنا واما انت في غرفة ابوك، وكان يقصد الغرفة المجاورة او الغرفة اللي بجنبي. قلت طيب. رحل عبد القادر وسكر الباب ونام بالغرفة اللي بجنبي. بقيت انا لحالي في غرفة ابوي، اتذكر الاجواء الحلوة اللي كنا فيها، صوت المطر والبراد والهدوء اللي حنا نعيشه. كنت افتش الغرفة واتلقف فيها واتفحصها قبل ما انام. لفت انتباهي كلام منحوت على الخشب اللي في احد جدران الغرفة. رحت للكلام وبديت اقراه. كانت كلمة الله واضحة مثل وضوح الشمس، وكانت في كلمة بجنب الله بس ما عرفت اقراها، وبعد معاناة قريت هالكلمة وطلعت الكلمة اللي بجنبها، كانت يرحمهم، وقريت الجملة كلها على بعض وطلعتها، وكان المكتوب كله الله يرحمهم. وكانت في صورة مقلوبة على الجدار. اخذت الصورة من الطوفة او من الجدار اللي قدامي وشفتها، وهنا انصدمت. كانت الصورة لأبوي وعبد القادر، وكل شخص مكتوب تحت صورته تاريخ وفاته. كان التاريخ اللي تحت ابوي صح، وهذا تاريخ وفاة ابوي، والتاريخ اللي تحت عبد القادر قبل سنة. يعني عبد القادر ميت قبل سنة؟ اذا تاريخ ابوي صح اكيد التاريخ اللي تحت عبد القادر هو صح. وبعدين كيف ميت وهو جايبني لهنا؟ لحظة، هو لما اتصل علي من جوال ابوي كان ابوي مسجله الله يرحمه، يعني تتوقعون عبد القادر ميت؟ فتحت باب الغرفة اللي بجنبي واللي هو نايم فيها، ولا لقيت عبد القادر. ناظرت من الدريشة او الشباك اللي يطلع على الشارع، ولا لقيت السيارة. هنا دقات قلبي زادت والرعب تملكني. وغير هذا انت بدولة اول مرة تجيها وما تعرف احد ثقة، وبعدين ترى الدولة ما هي امان. وانا مصدوم وحوس وادور في الغرفة وما ادري وش اسوي. فجأة
دق أو رن التليفون اللي معي في الغرفة. زاد خوفي وصراحة صرت أرجف، ما أدري هل هو برد أو خوف الرجفل فيني، ما أدري هي وش بالضبط. بقيت واقف في مكاني والتليفون لا الحين يرن ويرن. تذكرت ان التليفون اللي معي واللي ماخذه من ديرتي ما فيه لا نت ولا اتصال، فخلني ارد على الجوال هذا الارضي فافضل، يمكن شخصي بيساعدني او شيء. رحت لتليفون الغرفة ورديت عليه، وهنا اكتملت الصدمة. صوت المتصل شبيه حيل لصوت عبد القادر، او انه هو نفسه. كان يقول: ها نحن اتينا بك الى ارض الجن والسحرة، ارض الضياع والهلاك. صارت يدي ترجف وجسمي كامل يرجف، وما قدرت ابقى واقف. جلست على السرير اللي بجنبي وللحين الشخص يتكلم، واتذكر اخر شيء قاله: معاك احد كبار سحرة افريقيا. قلت بعصبية: انت عبد القادر؟ رد علي ببرود وقال: هالشخص متوفي له سنة. اتسكر التلفون وبقيت قاعد بمكاني، ما قدرت اتحرك وحتى تفكيري تشوش. بس لحظة خلني ابطل او افتح بريد ابوي، لان البريد يفتح الرسائل القديمة حتى لو ما كان معك نت. فتحت بريد ابوي وصرت ادور على حساب عبد القادر، صرت ادور الرسائل اللي قبل سنة وعليها، لان بتكون اخر الرسائل اللي بينه وبين عبد القادر. وهنا في البريد رجعت لسنة كاملة وبديت اشوف رسائل عبد القادر اللي بينه وبين ابوي. ولما قريت وعرفت وش الرسائل اللي بين ابوي وعبد القادر، الا وفعلا عبد القادر متوفي له سنة. طيب هذا منو؟ وكيف وصلني لهنا؟ وش المطلوب مني؟ وانا كيف برجع ديرتي؟ صراحة تعب السفرة والطيارة ما همني، كل تفكيري ارجع لديرتي الحين. اخذت جنطتي ولبست وخبيت جوازي وبطاقة البنك في جسمي، وطلعت من البيت لان ادري ان هالبيت مراقب وما ارتحت له كثير، وتصرفاتي وتحركاتي كلها مراقبة في هالبيت. المهم طلعت من البيت وصرت امشي وسط القرية والاجواء رعب ومطر وبرد. لفت انتباهي ذاك الطفل اللي على دراجته، هو نفس اللي بغى يصدمني اول ما نزلت من سيارتي، جالس قدام نار وتحت ذيك الشجرة، وعلى وجه ذيك الابتسامة الخبيثة. اللي بيسألني انا على وين وش عندي طالع، والله ما ادري، بس اهم شيء بطلع من هذاك البيت وابتعد عنه، لان ما ارتحت له. وكملت بالمشي وتقريبا وصلت لحدود القرية وابتعدت عنها شوي. بس لحظة، أنا كنت نايم في الطريق وما أعرف أي اتجاه دخلنا فيه القرية، لأن القرية وسط بر ويمينك ويسارك كلها جبال وكهوف. وقفت في مكاني وأشوف يمين ويسار، والله أنا كيف صدقت وجيت لهنا؟ يا أخي أنا غبي، كيف تصير مشكلة بالمسجد؟ بالعكس هذا مسجد الله والكل يحترمه. قطع تفكيري نور سيارة وسط البر، ما كانت بعيدة حيل، وانا كل اللي معي جنطة على الظهر، يعني يمدي اركض واروح له قبل ما يمشي. صرت اركض اتجاه السيارة بسرعة ما عندي، لما اقتربت من عنده رفعت يدي وصرت اصارخ، الا وفجأة لف صاحب السيارة علي وصار شيء ما توقعته. رفعت يديني فوقه بحاول اني افهمه اني انا مالي دخل واني انا عربي، لكن للاسف هرب هو سيارته وتركني. طحت على ركبي والمطر يبلل ملابسي وجسمي، فقدت الامل ولا اعرف انا كيف ووين وشلون بتصرف. سمعت صوت خطوات شخص على اليسار، الا هو الطفل نفسه كان مبتسم ويغني بصوت خفيف. تفاجأت من ردة فعله وبرودة دمه، وقف قدامي وطلع صورة من ملابسه وفتح الصورة ومدها لي. اخذت الصورة وبشوفه، انصدمت. كانت الصورة عبارة عن رجل ابيض مقتول بنفس البيت اللي انا كنت فيه قبل دقايق. رفعت عيوني بشوف الولد وين، الا هو يركض داخل البر. قمت انا وركضت وراه بسرعة وبعرف على وين رايح. كان متجه الكهف وسط جبل اسود. اختفى الولد داخل الجبل، وقفت انا ناظر في ذاك الجبل المرعب. نزلت جنطتي او شنطتي اللي من ظهري وطلعت منها كشاف صغير، وهالكشاف دوم مخبيه معي وهذا الوقت اللي احتاجه فيه. شغلت الكشاف واتجهت للكهف، وقفت قدام مدخل الكهف واتأمل بشكله المرعب. هو على وين راح الولد؟ وشنو اللي عنده داخل الكهف؟ واصلا الكهف هو شنو فيه؟ بس اللي خوفني لون الجبل اللي فيه الكهف، لونه اسود، هذا يدل على ان الجبل مسكون من الجن. ما هي غريبة ان قصتي فيها جن، لان تعرفون ان الجن يتشكل على البشر، وهو الجن يتشكل على هيئة عبد القادر واستدرجني لهذه الديرة. وهنا عرفت كيف وصلت لهنا، كله من طريقة الجن. بس لازم ادخل هالكهف واعرف وش فيه وشنو اللي ينتظرني داخل هالكهف. سميت بالله ودخلت داخل الكهف. ما انكر لكم شدة الحرارة اللي لمست جسمي لما دخلت الكهف، عكس الاجواء الباردة اللي نعيش حنا فيها. كانت العناكب وشبكات العناكب في كل مكان صوب الكهف،
وكان في صوت لافت انتباهي اللي هو صوت مويه أو ماي ينقط. قلت يمكن من المطر وتجاهلت الصوت. كملت بالكهف وصرت أمشي بين الجدران الحارة والسوداء والكئيبة. لحظة سمعت صوت، صوت نار. وقفت مكاني وطفيت فلاشي أو كشافي لأن حسيت إن في ناس شافوني. تقدمت شوي قدام وهنا شفت نار تشتغل الحالة وما حد جالس عندها، لكن واضح ان في شخص كان هنا لان في آثار جديدة وتوها صايرة. خفت ان يكون في شخص هنا وتصير بيني وبينه مشاكل. تأكدت بعد ما نور النار عكس عليه ذاك الظل المرعب. ما ادري هل هو ظل انسان او شيء غريب، لكن ما رده يبي يبان شوي. تخبيت ورا ذيك الصخرة وانتظره يخرج وانا خايف ومتحمس بنفس الوقت، وانتظر هالشيء. فجأة تنحط يد على كتفي. ما يمدي ألف وجهي وأشوف إلا هو اختفى الشخص. يشهد الله أني شفت يده على كتفي وسمعت أنفاسه وحسيت فيه مسرع وكيف اختفى بهالسرعة. رجعت وجهي للنار بشوف ايش صار عليها، بس الغريب في الموضوع النار طافية ولا عندها أحد. هنا تأكدت أني مراقب وأنهم يعرفون كل خطوة أخطيها. صرت حريص من كل شيء، صرت أمشي وظهري على الجدار وخايف من كل شيء. كان نور كشافي كل ما له يقل بمعنى يضعف نور كشافي. وقفت في نص الكهف وسط الظلام ووسط الرعب. نزلت جنطتي من ظهري وقعدت أركب وصرت أدور بطارية إضافية للكشاف لأن ناوي أكمل على الكهف. وأنا أفتش وأدور فجأة سمعت صوت ما هو غريب، صوت يعني قد سمعته بحياتي. صوت شخص يصفر. الصوت ينرفز شوي ويلعب بالأعصاب. توقفت عن الحركة وبديت أركز في مصدر الصوت. وقف الصوت وراي في الضبط وحسيت إنه الرجال وراي الحين. ما هو إحساس إلا أكيد إنه وراي. زادت دقات قلبي وبردت أعظامي. المهم لفيت ورا بسرعة وحطيت الكشاف عليه. لو فعلا ذاك الشخص أسمر البشرة، أصلع الراس وله لحية كثير وعليه خواتم وسلاسل على رقبته. وقفت وقلت أنتم وش تبغون مني؟ ضحك وشبك يدينا ببعض وقال أنت ابن ذاك الرجل الذي أبطل أعمالي ودمر وضعف الشيطان. صار يتكلم ويحوس ويتحرك من زاوية إلى زاوية. الثار راح يصير فيك أنت يا رائد. قطعت كلامه وقلت أي ثار؟ وقف في مكانه وصار يناظر فيني. قال أبوك دمر الشيطان ودمر أعمالي وأفسد علاقاتي. استغربت حيل من كلامه. أبوي وش مسوي؟ أبوي ما عمره ضر أحد. أبوي ذاك الرجل الخلوق. يمكن عشانه نشر الإسلام. هذول السحرة ما يبون الإسلام. قطع تفكيري وقال معاك أحد كبار سحرة أفريقيا. كأنه عرف أنا وش أفكر فيه. بس ما علينا، هذا وش يبي مني وشلون بياخذ ثاره. رمى علي صورة أخذتها وبديت أناظر في الصورة. كانت الصورة عبارة عن مجموعة عوائل أفريقية توها داخلة في الإسلام، لكن الصورة فيها شيء غريب. كان فيها جن واقف وراء أبوي في الضبط. أول ما رفعت عيوني بشوف الساحر اللي هو واقف قدامي في الضبط وما بيني وبينه شيء. مسك يدي بقوة من عند الوريد ويده الثانية حاطة على فمه ويقول حاولت اني ابعده عني لكن ما قدرت. حسيت وقتها اني مشلول او اني عاجز عن الحركة. شق يدي بموس وحط فيها شيء مثل الاوراق المحروقة وسكر الجرح عليها. حسيت بدوخة وبعد بثواني اغمى علي. ظلمت الدنيا فيني وحسيت وقتها في الموت. ما اذكر كم هي المدة ولا اعرف كم، لكن صحيت بعدها وشفت يدي مخيطة وكانت متغيرة كثير. صارت ثقيلة ولونها ازرق محمر وشبه ملتهبة علي. كنت في غرفة كلها توابيت أو تابوت بكل مكان، الهياكل العظمية بكل مكان، والجدران عليها دم وكلام، والكلام يا ليته من قلم أو شيء، الكلام من دم. كانت الغرفة موحشة وتذب الرعب بقلبك. حالتي النفسية انقلبت علي وحسيت بشعور الانتحار وأبي أسوي أي شيء وأرتاح، وكان كل تفكيري هو في الانتحار. جلست في زاوية الغرفة وضامر كبي لصدري وصارخ بأعلى صوتي. تعبت حالتي النفسية حيل والأمراض تواجهني، ضاق النفس فيني وأحس الموت قريب عندي. صرت أتذكر أبوي، صرت أبكي وأضحك بنفس الوقت. حسيت إني مجنون. لا، هو مو إحساس إلا أنا مجنون صدق.
غابت الشمس وحل القمر مكانه، رجع الظلام والهدوء والمطر، رجع الرعب يسكن قلبي مرة ثانية. صوت المطر من الشباك وصوت أنين مستمر بجنبي. صرت أشوف أشياء غريبة في الغرفة، صرت أشوف أبوي بكل زاوية في الغرفة، صرت أشوف ناس ارحلوا من هالدنيا. هنا شفت الطفل، انصدمت وقمت من الزاوية اللي أنا فيها، وصرت أمشي ببطء وماد يدي له. اقتربت حيل من عنده، وهذا أنا أبي أمسك الطفل عشان يساعدني. حطيت يدي عليه إلا هو هوا. هذا خيال ما هو واقع، هذا جن، هذا من العالم الآخر. لفيت وجهي للزاوية الثانية وبديت أشوف دم يطلع من الجدار. كان دم بكثرة، دم لا يوصف. بدأت جدران الغرفة يطلع منها دم، وكل جدار يصب منه دم بشكل لا يعقل. صار الدم يبلل رجولي، وكل ما له يزيد ويزيد. وصل الدم لعند ركبي. رفعت راسي فوق وبديت أصارخ بأعلى صوتي. استمريت في الصراخ حتى انفتح باب الغرفة. طلع الدم من الغرفة بعد ما انفتح الباب. استغربت من فتحة الباب وكيف انفتح. وقفت عند الباب وصرت أناظر يمين ويسار واتفحص الأمر. أنا وين؟ أنا شكلي في عمارة مهجورة. طلعت من الغرفة وصرت أمشي في ممر طويل. صرت أمشي وأمشي في ذاك الممر المظلم والكئيب. شفت في نهاية الممر زول ذاك الطفل واقف، وصرت أشوفه من بعيد. كانت في يده نار صغيرة وشكلها شمعة، مو شكله إلا أكيد شمعة. كانت عيونه بارزة عكس الظلام وتحس انهم عيون بس. مديت يدي له واطلب المساعدة، لعله عسى يحس ويساعدني. بس صدمني بعد ما رمى الشمع اللي بيده على الارض وصار الممر يحترق. تفاجأت من نذالته وخبث اللي يسكن قلبه. اختفى الطفل وصرت اواجه النار الحالي. بدت النار تمشي اتجاهي. برجع للغرفة ولفيت وجهي، وهنا انصدمت. اللي وراي جدار. كيف ومتى صار جدار؟ اللي كنت اذكر كانت وراي غرفة. قعدت في زاوية الممر والنار كل ما لا تقترب من عندي. الجرح اللي بيدي انفتح الحالة، والأوراق المحروقة طلعت وراحت للنار، ودمي صار ينزف بشدة. حاولت أسكر الجرح وما قدرت. والآن تفكيري مو بالجرح، تفكيري كيف وشلون بتجنب هالنار. صارت حيل تقترب النار عندي. لفيت وجهي للحيط اللي بجنبي وصرت أذكر ربي وأتشهد. غمضت عيوني وصرت أنتظر الموت. دقيقة، دقيقتين، ثلاث، ما مت ولا صار شيء ولا احترق جسمي. فتحت عيوني إلا وكل شيء طبيعي، يمكن عشاني ذكرت الله. قمت من مكاني بسرعة ورحت أركض نهاية الممر. بعرف المخرج وين وعلى وين أطلع من هالممر، لكن هالممر مهما تركض ما له نهاية. تعبت وانفاسي قضت ومحتاج شخص يساعدني. قررت أرجع لين ما عرفت نهاية هالممر. لما رجعت نفسه هو الممر، نفس الأحداث اللي تتكرر علي، نفس ذاك الشباك اللي أمر بجنبه وذيك بقعة الدم. باختصار كأني في دائرة أحوس عليها. طحت على وجهي وهذه آخر أنفاسي. صرت أغمض وأفتح عيوني، صرت أغمض وأفتح عيوني على الخفيف خفيف. الطيعة أثرت على راسي وأبي أموت الحين وأرتاح. صرت أشوف رجول شخص واقف قدام راسي، وكان هو نفسه الساحر وطفله. استسلمت للأمر الواقع، عفت الدنيا وما فيها وجعلني أموت وأرتاح. حط بيدي حجر أسود وعرفت إنه حجر جن. سكر بيدي وصار يضغط على الحجر. دمت عيوني دموع ما هي طبيعية، دموع حارة. مسحت دموع بيدي الثانية إلا وهو دم. أنا قلت هذه ما هي دموع طبيعية. ضحك الساحر وقال هذا قليل بثارك، ثار أبوك اللي سواه فينا. جاء الطفل اللي قدامي ومعه صليب، حط الصليب قدامي وعيوني ركزت على الصليب بالضبط. وأنا بدون ما أحس بنفسي صارت عيوني على الصليب، صار كل تركيزي عليه. بعد ثواني صرت أشوف شياطين الأرض حولي. كانوا الجن والشياطين بكثرة عندي، يميني ويساري، قدامي وراي. قال الساحر لا تخاف، هذيل أهلك، وإنك الآن ضمن الجن، وأنت الآن في عالمنا وسط الجبل. كانوا كل الجن اللي عندي مبتسمين. رجعت لهم الابتسامة بدون ما أحس بنفسي، لأن صراحة ما هو أنا اللي أتحكم بنفسي. بيني وبينكم ارتحت لعالم الجن. وقفت في مكاني والجن يتحركون حولي وأحس الوضع عادي، لأن هذيلا صاروا مني وفيني. إيه نعم، الجن مني وفيني. تعايشت معاهم ونسيت عالمنا. تعلمت وشفت واستفدت أشياء واجد ما كنا نعرفهم عن عالمهم. تم ارتباطي بعالم الجن.
جابك حنينك رحت معاك اني عاوينك وصرت تايه في سنيني. يعطيكم العافية وما قصرتم يا رب، وإن شاء الله المقطع نال إعجابكم ونال إرضاكم. يعطيكم العافية يا حبايب قلبي. بنشوف أقوى دعم على هالمقطع. إذا في دعم كبير ولايكات عدد كبير على هالقصة راح أستمر بتأليف الجزء الثاني والبارت الثاني وأكتبه وأجهزه لكم. لكن إذا شفت دعم كثير، لأن صراحة نفس ما قلت لكم 100,000 و3000 لايك يعني صراحة شيء يكسر القلب. رجعوا الدعم، وإذا شفت دعم قوي على هالقصة أبشر باللي ألف لكم البارت الثاني وأنزله لكم. لا تقصرون معنا في الدعم، مجرد لايك وتكتبنا كذا كلمة في الكومنت تسعدنا وتحفزنا، واتوقع انها اشياء بسيطة. حبايب قلبي، القناة اللي ظهرت لكم على الشاشة قناة احد واجمل المصممين اللي تعرفت عليهم، واحد فانزاتي وما قصر معي باي شيء اطلبه. قناته مبدع في التصاميم ومبدع بالشيلات والاناشيد الجديدة، شيلات حماسية، شيلات طرب، شيلات حزن، اناشيد، اشياء جدا جميلة وكلها من تصاميمه. مصمم جدا مبدع، وتقريبا الشخص ما قصر معي باي شيء اطلبه منه، وتقريبا نص الصور اللي حاطهم في قناتي وفي مقاطعي هو اللي مصممهم، ما قصر معي بتصاميم كثيرة يرسلهم لي دوم. لا تحرجوني قدامه، رابط قناته تحت تو فاتحها، اتمنى الكل يروح يشترك بقناته، اللي حاب يسمع شيلات حصرية واللي حاب يشوف تصاميم جدا جبارة. لا تحرجوني قدام الشخص وما قصر معي باي شيء اطلبه منه، مجرد انك تفتح الوصف تعطيه اشتراك قبل ما يبدا المقطع ثم ترجع وتتابع القصة. والله العظيم ان الشخص جدا يستاهل وراح يستمر بقناته. لا تحرجوني قدامه، مجرد اشتراك، مجرد انك تبيض وجهي قدامه. لا تنسون الدعم، واتوقع وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى منكم لايك واشتراك ومع السلامة. بكرة يتغير غلا تصبح بعينه غريب، بكرة يتغير